سكريبت قصة رعب باللهجة المصرية اللي اختفى في الغيط. صوت خافت لريح بتعصف، صوت سراير حشرات الليل. بتفتح القصة بصوت راوي هادي ومشوق. في قرية صغيرة على ضفاف النيل كان في غيط كبير وواسع. الغيط ده معروف بين أهل القرية إنه مش عادي. الغيط ده مش بس فيه زرع وخضرة، ده كمان كان مليان حكايات وأسرار. وأكتر حاجة كانت بتخلي الناس تخاف منه هي القصص اللي بتحكي عن ناس اختفوا فيه من سنين طويلة من غير ما حد يعرف لهم أثر. القصة بتبدأ مع شاب اسمه حسام، ابن القرية، راجل شجاع لكنه كان دايما عنده فضول كبير. حسام كان بيحب يمشي في الغيط لما يخلص شغله، وهو بيتمشى كان دايما بيسمع أصوات غريبة زي همسات أو خطوات مش واضحة، لكن كان بيقول لنفسه يمكن ده خيال أو صوت حيوانات. في يوم من الأيام حسام قرر يدخل الغيط مع أصحابه عشان يثبت لنفسه وللناس إن مفيش حاجة غريبة أو شر في الغيط. دخلوا مع بعض في نص الغيط، والليل بدأ يحل والجو بدأ يبقى بارد بشكل غريب. حسام وأصحابه كانوا بيضحكوا وبيتريقوا على القصص دي، لكن فجأة حسام حس بحاجة غلط، كأنه في حاجة بتتبعهم. الصحاب بدأوا يسمعوا صوت خطوات وراهم، بس لما كانوا بيتلفتوا مفيش حد. حسام قرر يبص ورا لكن ملقاش أي حاجة، وهنا بدأ الجو يتغير والأرض بدأت ترعش تحت رجليهم، وكأن الغيط نفسه بيحاول يقول لهم يخرجوا. فجأة ضوء خافت ظهر بين الأشجار زي قنديل صغير، والضوء ده بدأ يتحرك بعيد. حسام حس بحاجة بتسحبه ناحية الضوء، حاول يبعد عن صحابه لكن رجله اتعلقة في حاجة، لقى نفسه بيتسحب بقوة مش طبيعية. صحابه حاولوا يمسكوه لكن اليد اللي اتسحبوا كانت قوية جدا. حسام صرخ بأعلى صوت لكن الصرخة دي ضاعت في الهواء، وبعد لحظات حسام اختفى والمساحة اللي كان فيها ما بقتش موجودة، كأن الأرض بتلعتها. الصحاب انتشروا في الغيط يدوروا عليه، والصراخ بتاعهم كان بيتردد لكن ما لاقوش أي أثر. بعد ما خرجوا من الغيط الناس كلها اتجمعت والقلق على حسام كان ظاهر على وجوههم. من اليوم ده الناس في القرية ما بقتش تقرب للغيط، واللي كان بيحكي عن الغيط ومخاوفه اتقلب مجرد حكايات رعب في السهرات. يعرف هو فين ولا رجع تاني، لكن حكاية حسام بقت علامة على إن الغيط مش بس أرض زرع وخضرة، ده مكان ليه أسرار وظلمات مش عايزين حد يدخلها. نهاية القصة صوت الريح بيزيد شوية وبعدين يقل، وصوت الحشرات بيملى الجو مرة تانية.